واحد من اكبر يوتيوبرز الجيمنج اعتزل بسبب اليوتيوب، ويوتيوبر سعودي اختفى عشان يصير الا سبايدر مان. خرب الدنيا جدعان. واكثر من 5 يوتيوبرز كلياتنا بنحبهم اختفوا بدون اي رجعة. 100,000 ريال من 500 ريال الى يوتيوبر ناجح كانت هي السبب باختفاء هذا اليوتيوبر. تاست يوتيوبر انشهر قبل كم سنة بسلسلة من $100 ليوتيوبر ناجح، وفعلا الشاب كان ناجح وبرضه كان داخل بوابة، وضعه كان لوز. بس بعد 10 مقاطع من هاي السلسلة، وبالضبط بعد مقطع زواج كيمستيكا، ولا ما نلاقي الا الولد اختفى. ومش بس من اليوتيوب، لا وكمان من السوشيال ميديا كلياتها، وقاعد هيك لأكثر من سنة. والغريب بالموضوع انه بعد السحبة هاي اللي من دون اي سبب حرفيا، فجأة المتابعين لقوا انه تاستك فاتح بث، فتحمسوا كثير انه اخيرا تاستك رجع. بس لاحظوا انه شعار القناة متغير والمقاطع محذوفة. ولقيت واحد فاتح بث بقناتي قاعد يسوق للبيتكوين، وطبعا صاحبه اللي اسمه روب رن عليه وقال له انه يا ولد قناتك اتهكرت الحقها. وفعلا تاستك بلش انه يتواصل مع دعم اليوتيوب، واللي اكيد قدروا انهم يساعدوا. بعد مرور اسبوعين وانا كل شوي ارسل اليوتيوب ما رجعت القناة. والمشكلة انه قناته قاعدة اكثر من شهر وهي متهكرة ومش راضي انها ترجع. وتاسك قاعد عم بيبعث لليوتيوب انه يا جماعة الخير ترى القناة الي. فتاسك هون حس انه القناة خلص يعني فقد الامل فيها ومش راح يقدر انه يرجعها ابدا. وهون هو خلص اتدمر نفسيا، لانه توقيت التحكير اجا بالضبط مع اللحظة اللي كان هو بده يرجع فيها على اليوتيوب ومتحمس. بس الحمد لله بعد فترة اليوتيوب قالوا له تفضل يا ابني القناة رجعت. واكيد تاستك انبسط. والعجيب في الموضوع اني ما حسيت بشيء، خلاص احساسي متبلد وكملت على وضعي كأن القناة ما رجعت. يا رجال طب هاد تعبك كيف يعني؟ شو قام بتسوي؟ ومرت الايام وتاسك ولا كأنه قناته رجع، وبدل ما كان يدور على وظائف ويجتهد سيبكن ان انا حلقت، صار يقعد يلعب 24 ساعة. بس اللي ما كان يعرفه تاسك انه كان بيقدر يسوي الشغلتين مع بعض عن طريق لعبة وان ستيت ار بي، لانها لعبة بتقدر تلعب فيها بوظائف حقيقية. يعني بتقدر انك تكون ضابط او دكتور او حتى بزنس مان، بس كلياته جوا اللعبة. ومش بس بتقدر تشتغل، لا لانه هاي اللعبة كثير واقعية، والحلو انها اول لعبة في العالم بنظام الرول بلاي او محاكاة الشخصيات. وهذا النظام باغلب الالعاب بيكونوا حاطينه كجزء من اللعبة مش اللعبة كاملة. والحلو انه بوان ستيت ار بي تقدر تلعب مع ناس حقيقيين اونلاين وكلياتهم عاملين شخصيات خاصة فيه، وبتكون بتلعب بمدينة لوس انجلس. وفي حال يعني حاب انك تكون متمرد فاهم علي، تقدر انك تكون رئيس عصابة، انك تسوي عصابتك فاهمك وتقعد تسوي لي حركات. وحرفيا اللعبة بتقدر انك تصنع فياتها قصة، وخصوصا انه عالمها جدا كبير بتقدر انك تستكشفه براحتك وتسوق سيارتك اللي بتقدر انك تعدلها قد ما بدك. والحلو بالموضوع انه اللعبة هاي بتظلها تنزل تحديثات بشكل دوري. ازيدك من الشعر باللعبة بتدعم اللغة العربية قسما بالله اشي خرافي، وبرضه موجودة على الايفون والاندرويد. ويب اكيد يعني اللعبة مجانية، ولانهم قرروا انهم يدعموني عشان اقدر اعمل لكم مقاطع جدا اسطورية، وقرروا انهم يعطونا هذا الكيو ار كود اللي ضروري انك تاخذ له سكرين شوت وتنزل منه اللعبة، او تنزلها من الرابط اللي بالديسكريبشن وباول تعليق، لانه راح نقدر نلعب مع بعض هناك. وصدقوني اللعبة راح تعجبكم كثير وضروري انكم تحملوها. وشكرا وان ستيت ار بي لرعايتكم لهذا الفيديو. واستمر وضع تاستك هيك لحد ما بيوم قرر انه يرجع لليوتيوب اخيرا، ولا يجي خبر صادم كثير. خدمنا الدكتور وقال ان امي تحتاج الى عملية الان في اسرع وقت. فالشاب هون خلص يعني كل الدنيا قلبت عليه حرفيا، وحتى انه نزل بتويتر انه يا جماعة الخير ادعوا لوالدتي جدا مريضة، واسأل الله لو انها لا سمح الله لساتها مريضة انه الله يشفيها يا رب ويشفي كل مرضى المسلمين. بس حسب ما قال انه عملية والدته زبطت، بس كان في مشكلة ثانية انه تاستك ما بيقدر انه يسيب امه، وبرضه الشاب كان ساكن بشقة ايجار وحالته المادية كانت جدا سيئة. قرر هون اخونا انه ياخذ قرض بقيمة 100,000 ريال. والمشكلة وين؟ موعد السداد وما سدد دينك تبدأ بإيقاف خدمات، وأي ريال يدخل حسابك على طول ياخذونه، وفيه احتمال انها توصل لسجن. فالشاب هون وقع بمصيبة ثانية. يا زلمة الله يعينك قسما بالله. بس على الاقل هون هو كان اوريدي مقرر انه
يرجع على اليوتيوب، وفعلا ظلوا ينزل مقاطع وكمل بسلسلته، بس تغير اسمها وصار من مديون الى يوتيوبر ناجح. بس برضه قرر انه يطلع بقرار ثاني، وهذا القرار كان هو السبب باختفائه للابد، واللي هو انه الرياض غالي كثير، فليش ما اسافر على مصر؟ وها أنا مهاجر لمصر، وهذا آخر يوم لي في السعودية. وللناس اللي متابعيني بالانستا، واللي ترى يعني فاتكم كثير اذا انكم ما تابعتوني هناك، لانهم هم بيعرفوا اني انا زرت مصر وقعدت فيها تقريبا اسبوعين، وصراحة من اجمل التجارب اللي عشتها في حياتي. جد يعني تحية لكل الشعب المصري، شعب خرافي قسما بالله. وصحيح يعني هو في قصة مصر جاية، فاهمين؟ المهم بالنسبة لتاستي، فاول ما رسبن بمصر اختفى حرفيا، وحاليا له تقريبا 10 اشهر مو مبين البني ادم، بس كان يطلع بتويتر ويقول مصر في رمضان بتجنن. ولا فجأة تاستك عمل اشي جدا غريب، واللي هو انا عندي عروض فانتاستيك ومعايا صديقي تاستيك. انا عندي عروض فانتاستيك ومعايا صديقي تاستيك. لما اغني له اغنيه هتسمع في السعوديه. يب حرفيا سوى اعلان الا سبايدر مان خرب الدنيا جدعان. حرفيا شو هذا يا زلمه؟ اخونا قاعد عم برقص بتويتر، حرفيا هذا ليفل ثاني. اكيد يعني الشاب رجع على السعوديه وكمل حياته بشكل جدا طبيعي، بس لسبب ما مش راضي انه يرجع على اليوتيوب. بس ما نقول غير الله يوفقه ويصير سبايدر مان خرب الدنيا جدعان. واحد من اشهر اليوتيوبرز البنات في الوطن العربي اعتزلت واختفت بدون اي سبب، هيلا تي في، واللي فتحت قناتها سنة 2013 وجابت اكثر من 9 مليون مشترك، واللي انشهرت كثير بين سنة 2016 و2017 وعملت انجازات جدا كبيرة، زي انها صارت سفيرة التغيير في اليوتيوب في الامم المتحدة. تخيلوا، رغم انه محتواها الاصلي ما كان له دخل في هاي القصص كلياتها بالمرة، وكانت تحط بنص الضحك امور هادفة، وهذا الشيء اللي خلاها مفجر اليوتيوب بمشاهدات فلكية، لحد ما فجأة في سنة 2017 وبالضبط بشهر 8 بنص نجاحها نزلت فيديو عنوانه الفيديو الأخير وداعا. وبهذا الفيديو اعلنت هيلا اعتزالها اليوتيوب بشكل كامل بعد اكثر من 4 سنين من صناعة المحتوى، والناس هون خف عقلها انه ليش ايش صاير يعني. واللي زاد الطين بل انه هيلا ما قالت اي سبب، حرفيا بس قالت اوكي يا جماعة انا بدي اعتزل والسلام عليكم. بدي اقولكم اني هذا اخر فيديو بنزله على قناتي، وبتمنى اني اكون تركت بصمة ايجابية. وصراحة هذا الفيديو شوي غريب، لو تجرب تشوفه هسه هتلاحظ انه هيلا كان عندها حركات غريبة اثناء تصويرها لهذا الفيديو، يعني واضح عليها انها كانت جدا متوترة، وحركة عيونها عشوائية كثير، وخاصة لو نيجي على المنطق انها كانت تنزل بشكل جدا منتظم. ولو نيجي نشوف بداية فيديو الاعتزال هنلاحظ الحركات الغريبة بصورة جدا واضحة، وكثير قليل الناس اللي لاحظوا هذا الاشي. بس اكيد طالما الموضوع لهالدرجة غريب فهي راح تعتزل للأبد. رجعت برضو من دون سبب، وبالضبط بعد 4 سنين من اعتزالها، يعني سنة 2021. والفيديو اللي رجعت فيه هو حرفيا تجميع للقطات وطوله 1.5 دقيقة، والناس هون طبعا كيفوا انه ليتس جو هيلا رجعت. لا جد رجعت ونزلت مليون فيديو، وصارت تنزل فيديو ورا فيديو ورا فيديو، وسحبت كمان مرة. وهاي المرة السحبة بس هيك، يعني لا فيديو ولا شرح ولا اشي، يعني مقطعها الاخير كان جدا عادي وما في ولا اي دليل بدل انه البنت راح تختفي. والمشكلة انها كانت منزلة مليون فيديو، بس فجأة الفيديوهات هاي كلياتها انحذفت. بس ممكن انها تكون انشغلت بامور الامم المتحدة تبعتها وشغلها الجديد. هاي الفترة رجعت للجلسات العلاجية اللي كنت عم قدمها بالسنين الماضية، او ممكن بكل بساطة انها اتفقت هي وزوجها انها ما تكمل يوتيوب. في كثير نظريات للموضوع، بس يعني الله يوفقها في حياتها يا رب. بس انت شو بتتوقع سبب اختفائها؟ ماك ادفنشرز، هاي القناة مش بس صاحبها يوتيوبر واحد، لا ماسكها الاب والابن، والقناة هاي فاتحينها من 2006، يعني بعد ما اليوتيوب انعمل بسنة. المهم هاي القناة اول كم سنة كانت تنزل امور عشوائية زي الهجوم على السماء لا يفوتك، وضلوا على هذا النوع من المحتوى فترة جدا طويلة لحد ما خلطوا محتواهم مع محتوى الموتورات او مش عارف شو بتحكوا لها ببلدكم صراحة، بس هو هذا. فصاروا يعملوا محتوى عائلي وموتورات، تسألنيش ايش دخل، بس انه عملوا هذا الشيء لحد ما فجأة
اتخذوا قرار غير لهم تاريخ حياتهم للأبد، لأنه ب 2014 قرروا انهم يزوروا أخطر مكان في العالم، واللي هو اريا 51 أو المنطقة 51. بالضبط، هاي المنطقة اللي كل 5 ثواني بيطلع لك عليها نظرية مؤامرة وفضائيين وسيحتلوننا. بالضبط. المهم صوروا المقطع ونزلوه، والمقطع هذا تفجر وجاب أكثر من 1.5 مليون مشاهدة، لأنه الناس وقتها كانوا جدا مهتمين في الموضوع. فالأب والابن هنا قرروا انهم يغيروا محتوى القناة للمرة الثالثة، ويصير محتواهم هو المنطقة 51. خلاص يعني طالما نزلوا أول فيديو ضرب فأكيد كلاتهم حيضربوا، وفعلا نزلوا كمان فيديو عن الموضوع. بس بهذا الفيديو تعدوا حدود المنطقة، وأول ما نزل هذا الفيديو تفجر أكثر من الفيديو الأول، وجاب قريب ل 2 مليون مشاهدة، وظلوا هيك لحد ما بعد سنة نزلوا فيديو ببينوا فياته بوابة من بوابات المنطقة 51. وهذا الفيديو لا جاب لهم لا مليون ولا 2 مليون ولا إشي، جاب لهم 7 مليون مشاهدة. بس هاي المرة الأب والابن قالوا يا عمي لا والله المنطقة 51 زهق، اسمع خلينا نرجع للماتورات، ايش دخل؟ وصاروا يعملوا مرة ماتور ومرة منطقة 51 لحد ما نزلوا الفيديو اللي قلب كل اشي في القناة، واللي هو هذا الفيديو، واللي نفس محتوى الفلوقات اللي قبل بالمنطقة 51. بس هاي المرة قطعوا الفيديو بنص، وكتبوا انه كان في 2 عساكر قاطعوا الفيديو تبعهم، وانه يا متابعين استنونا للفيديو الجاي عشان ننزل لكم ايش اللي صار بيننا وبين العساكر. وفعلا بعد كم يوم، وبالضبط يوم 10 من شهر 10 سنة 2016 نزلوا فيه المقطع اللي ببين انه هذول العساكر كانوا يهددوهم. بس هذا الفيديو كان طوله بس 6 دقايق وجاب لهم قريب 8 مليون مشاهدة. بس هذا الفيديو كان مختلف، لأنه الناس قالوا بس هدول الاثنين قاعدين عم بتخوثوا علينا، لأنه ليش أخذتوا كم يوم لحد ما نزلتوا؟ أكيد مقاطعهم كلياتها كذا. فالأب والابن هون قرروا إنهم ينزلوا فيديو، وهذا الفيديو كان فيديو ماتور ثاني، مشان يب حرفيا سحبوا على الكل ونزلوا موتور. بس بعديها مرت الأيام وردوا نزلوا فيديو عن المنطقة 51، والناس هون قالوا خلص. بس هذا الفيديو كان مختلف وما كان زي باقي الفيديوهات، لا، لأنه هذا الفيديو هو حرفيا نفس فيديو 6 دقايق بس بدون أي مونتاج. بس ممكن تسألني ليش؟ بكل بساطة عشان يردوا على الناس الكثير اللي كذبتهم بالتعليقات، ويكون هذا الفيديو هو الإثبات على صحة كلام الأب والابن. بس بعد ما نزل هذا الفيديو الجماعة اختفوا من كل مواقع التواصل الاجتماعي وسحبوا لأكثر من 8 سنين، والناس هنا بلشوا يطلعوا عليهم نظريات مؤامرة انه يمكن الفضائيين نزلوا من السماء وخطفوهم، او الحكومة الامريكية حبستهم، وفي اللي قال لك انهم هم بس يعني قرفوا من السوشيال ميديا وقرروا انهم يتركوها. وانا بصراحة بأيد النظرية الثانية. ليش؟ لانهم قدروا انهم يغيروا رابط قناتهم قبل 2 سنين، فاكيد يعني مش الفضائيين اللي راح يغيروا الروابط. بس انت شو رأيك؟ هل بتشوف انهم قعدوا مع الفضائيين ويحتسون كأسا من الشاي، ولا لساتهم عايشين، ولا لا اليوتيوب بنفسه كان هو السبب باعتزال هذا الشخص؟ ابن سوريا واحد من اكثر الناس المحترفين ببجي واللي انشهر من وراها، قد ما لعبوا فيها كان كثير خرافي، واللي حكيت عنه بيجي 3 مرات عندي بالقناة لانه قصته دايما بتتغير. وبرضه انشهر انه من اكثر الناس اللي بتعمل دراما في الحياة، زي دراما احمد ابو الرب او دراما ابو فلة. تمام، عشان ما تصغر من نفسك زيادة، لانك بصراحة صرت ادنات الدون، اسفل منك ما في. والمشكلة وين؟ انه بعد كل هالدرامات الوطن العربي كامل قلب على ابن سوريا، وما كان في حدا طايق هالبني ادم، لحد ما فجأة قناته تهكر، ووقتها كان عنده اكثر من 6 مليون مشترك، وقد ما حاول يرجعها ويتواصل مع الدعم ما رضت انها ترجع بالمرة، وبالنهاية اليوتيوب حذفها بشكل نهائي، ووقتها ابن سوريا اختفى من اليوتيوب بشكل كامل. وهاي الاشياء كلياتنا بنعرفها، بس اللي ما بنعرفها
عرف انه صاحب ابن سوريا واللي هو ماهركو، واللي كان عامل سباثون برعاية شركة قمار. يب، شركة قمار هي اللي كانت راعية هذا السباثون او البث المباشر. المهم وقتها ماهر استضاف ابن سوريا وقاعد يسأله انه انت ليش سحبت على السوشيال ميديا واليوتيوب وقررت انك تعتزل؟ وصراحة كان رد ابن سوريا جدا حلو. شوف كيف لخصت لي اياها بسؤال، قالت لي هل بترضى انه بنتك تشاهدك؟ قلت لها لا. قالت لي يعني يا ويلك من الله، كيف رضيان واولاد الناس؟ دام صراحة رد جدا مقنع، وللأمانة كويس كثير انه الشاب اهتدى وصار احسن بكثير من قبل وحب انه يتغير، واتمنى انه يرجع عنا بالمحتوى العربي، بس اكيد بشكل كويس بدون اثارة جدل. بس اليوتيوبر الجاي اثار الجدل باختفائه لدرجة انه الناس فكروا مخطوط. بس حاب اسمع رأيك باللي صار مع ابن سوريا، وهل بتتمنى انه يرجع ولا لا؟ اختفاء هذا اليوتيوبر سبب ضجة جدا كبيرة. أنس إكسندر واحد من أشهر يوتيوبرز الفلوقات في الوطن العربي، واللي بلش قناته سنة 2014 وانفجر هو وجو حطاب بين فترة 2017 و2019. ورغم انه مقاطعه كانت قصيرة الا انه مشاهداته مليونية، يعني اقل فيديو عنده ما شاء الله كان يجيب له 3-4 مليون، وهذا الحكي ب 2018. متخيلين؟ وطبعا مع كمية النجاح الخرافية اللي وصلها، إلا إنه الإشي الحلو ما بيكمل، لأنه أنس ب 2019 نزل فيديو عنوان عيد الأموات في المكسيك، وهذا الفيديو كان آخر فيديو نزله أنس على قناته، واللي أثار شكوك الناس إنه أنس بهذا الفيديو ما حكى أي شيء ولا جاب سيرة إنه حيعتزل ويترك اليوتيوب وبصر شو بالمرة. يعني الفيديو كان جدا طبيعي، ومن وراء هذا الشيء متابعينه خافوا عليه بشكل جدا كبير، لأنه البني آدم ما كان يسحب على قناته بالمرة. وفي ناس طلعوا قالوا إنه أنس توفى أو صار له إشي جدا خطير، وخاصة انه اخر فيديو إله كان بالمكسيك، والمكسيك تتميز بموقعها الجغرافي وكمية العصابات المرعبة اللي هناك. يعني عادي تروح لولد صغير وتلاقيه رئيس مافيا ابصر من وين هي. واللي اكد الموضوع اكثر انه اساسا المكان اللي راح عليه كان جدا غريب. هنا تكفي 5 اشخاص، فعشان كذا تلاقي عائلة كاملة متجمعة جنب المقبرة قاعدين ينتظروا حفيدهم وجدهم ولد عمهم ولد خالهم. فهل ممكن جد في عصابة مسكت أنس وهددته وخطفته؟ لا، نظريات المؤامرة هاي سيبنا منها، لأنه أنس سليم وفيش فياته إشي. بس أنس بكل بساطة حول من قناة اليوتيوب لبرنامج تلفزيوني أو برنامج ثاني على اليوتيوب برضه. أنا ما مت ولا تزوجت ولا انخطفت في الموت. والحلو انه المحتوى اللي بيعمله في هذا البرنامج جدا قريب من المحتوى اللي بيعمله بقناته، فالبني ادم بس غير منصات مش اكثر. بس المصيبه انه كثير من متابعين مفكرين انه اخونا مات بالمكسيك ولا شيء زي هيك، لانه هذا البرنامج تبع 8 ما انتشر كثير عكس قناته الاساسيه. وحتى انه طلع ببودكاست مع ثنيان خالد واللي برضه محتواه فلوقات، ووضح سبب سحبته عن القناه وكل شيء. ليش انا ما رجعت اليوتيوب وليه وقفت؟ بس في عده اسباب اجتمعت وسوت لك كذا حاجز كبير قدامي اطل. هيا لو برجع اليوتيوب كيف؟ لو جيت من ناحيه اجتماعيه هتلاقي مشكلتين. والحمد لله الشاب طلع سليم وفيش فياته الا العافيه. بس برضه بنفس البودكاست قال انه راح يرجع. بس والله يخوف الكلام. قولها عودتي لقناه اليوتيوب باذن الواحد الاحد. فالشاب راجع وبقوه ان شاء الله. وما تنسى انك تشترك، لانه على 2 مليون ان شاء الله راح نبني مسجد، وهذا فيديو لبناء المسجد لازم انك تشوفه.